اكو فقره لفتت انتباه الطلاب اللي هي بنتائج السادس اعدادي بالقبولات المركزيه. لاحظنا اكو طلاب محصلين درجه 101 او 102. زين شلون هاي الطلاب حصلت هاي الدرجه رغم احنا بالعراق عندنا فقط 7 مواد، يصير درجتهم 700 نقسمهن على 7 يطلع 100 درجه فقط. زين شلون جتهم هاي الدرجتين الاضافيات؟ اول شغله هي درجه الدور الاول او نسميها درجه العدم رسوب، اذا انت نجحت الدور الاول تجيك درجه واحده اضافيه فيصير معدلك 101. اما الدرجه الثانيه اللي هي درجه اللغه الفرنسيه للطلاب المتميزين، يعني انت لك اذا حصلت 100 باللغه الفرنسيه راح يعطوك 1.14 درجه، فمن تنضاف عليهن يصيرن 102.14. زين اكو طلاب مو مدارس متميزين وعندهم هاي الدرجه ال 102، شلون هذه؟ لاحظوا اكو طلاب مو متميزين لكن عندهم درجه 102، فان شاء الله هو هذا اللي راح نوضحه من خلال هذا الفيديو. اللي نعرفه انه ماده اللغه الفرنسيه فقط للطلاب المتميزين، فهذا الطالب العادي ايش سوى؟ راح قدم طلب حتى يضيفون ماده اللغه الفرنسيه اليه على المواد اللي عنده. طريقه التقديم راح اعلمكم عليها. الشغله اللي تسويها تروح على اقرب مديريه لمحافظتك، مثلا انت بالرصافه الاولى تروح الى مديريه الرصافه الاولى وتسال على قسم اسمه قسم المناهج، تقول لهم اريد اضيف ماده لغه فرنسيه للصف السادس الاعدادي الي، ويفضل انه تاخذ وياك ولي امرك وتاخذ وياك بطاقتك الشخصيه او الهويه نسميها. راح يسوي لك اختبار بسيط بماده الخامس الاعدادي اللغه الفرنسيه، بعد ما تنجح بها راح تنضاف لك للسادس. للمعلومه هذا الاختبار بسيط ويقدر ينجح به اي طالب. بعد ما تكمل الاختبار وتنجح راح ينطوك المدارس اللي بمحافظتك او اللي قريبه على مديريتك حتى تدرس بها اللغه الفرنسيه. بعد ما تنجح بالاختبار راح تقدر تداوم بالمدارس اللي انطوها لك، تختار واحده من عتن واللي اقرب واحده عليك. راح تداوم دوام اعتيادي حالك حال الطلاب المتميزين وتنحسب لك هاي الدرجه على المعدل من تكمل.